حياكم الله في مطلة السدة. حيا الشتاء وحيا ما جابه. طبعا ما انه الاجواء جميله في مدينه جده حاليا، فاجمل خيار تاكل فيه انت وعائلتك وانت اصحابك هو مطلة السدة اللي احنا متواجدين فيه. ما شاء الله تبارك الله، مكان فسيح وجميل بجلساته الخارجيه وبجلساته كمان الداخليه، واكيد اكثر شيء يميزهم اكلهم الرائع. طبعا هذه هي سياره الجولف يا جماعه الخير، توصلكم من المواقف لجلسات الافراد او حتى العوائل. انواع الذبائح اللي بيستخدموها تيوس، فعشان كذا ما شاء الله تبارك الله تجيك اللحمه بالشكل هذا طريه ولونها يفتح النفس. روح الموزة ونشوف اللحم ما شاء الله تبارك الله. مضغوط عندنا 4 أنواع من المضغوط. أول حاجة تختار نوع الرز، الوليمة أو أبو السيوف، وبعد كذا تختار كشن أو رز الأبيض اللي هو في يدي. بسم الله. بما إنه جربنا رز أبو السيوف خلينا نجرب رز الوليمة. أيضا كمان بالنسبة للدجاج نطبق على اللحم. البرمة تبدأها بالشكل هذا، أول شيء تاخذ معها اللحمة على الطريقة الجنوبية. هذا المقلقل يا قلبي تغرقها ليمون. الكبده زي ما شفتوها في الفيديوهات فريش يا جماعه الخير. عندنا هنا المغش. بالنسبه للحلويات حلو تختم فيها يا مرسى يا فتة التمر. عندنا كمان الكنافه والكراميل. حقيقي اليوم انا مره مبسوط، مليت من المطاعم المغلقه. اليوم الاجواء حلوه في جده، حلو تجرب تجربه جميله في مطلة السدة انت وعائلتك او انت واصحابك، والاكل حقيقي يفوز